يوم جزائري صعب جدا في بطولة كأس العالم. كنا نتمنى ان الجزائر ما تخسرش بالنتيجة دي قصاد راقصة تانجو. كنت اتمنى ان الجزائر تعمل مفاجأة النهاردة قصاد الارجنتين وتحاول انها تتفوق على السيناريو اللي حصل في مواجهة الكامب نو في 2007. محاربي الصحراء للأسف راقصة تانجو تفوقوا عليهم، وليونيل ميسي النهاردة بيتساوى مع ميروسلاف كلوزا في ترتيب هدافي بطولة كأس العالم برصيد 16 هدف. ميسي فاضل له هدف واحد ويبقى هو الهداف التاريخي لكأس العالم. البني آدم ده حاجة غريبة جدا، بيثبت للكل ان العمر مجرد رقم. وبجد كريستيانو رونالدو بشفق عليه في المنافسة اللي داخل فيها مع ميسي في كأس العالم. كريستيانو رونالدو وراه كتير جدا علشان يقدر يكون متساوي متكافئ مع ميسي في المونديال. ولكن بعيدا عن ميسي، بجد الواحد حزين جدا لمنتخب الجزائر. ما كنتش اتمنى ان ده يحصل، ما كنتش اتمنى ان منتخب الجزائر يخسر بالشكل ده او حتى يخسر من الاساس، ولكن قدر الله ما شاء فعل. للأسف منتخب الجزائر بيعمق الأحزان، لأن قبل مواجهة الجزائر والأرجنتين منتخب العراق للأسف بيقدم مباراة صعبة جدا قصاد الفايكنج النرويجي، وأسود الرافدين بيخسروا بنتيجة 4-1. كنت أتمنى إن الأسد العراقي يفاجئ الكل النهاردة ويحاول إنه يعمل المفاجأة وإنه هو يحقق نتيجة إيجابية ليه في بطولة كأس العالم. يا ترى النشامة الأردنية هيعملوا إيه؟ ويا ترى المنتخبات العربية والإفريقية والإسلامية هيعملوا إيه في الدور الثاني والثالث في دور المجموعات في المونديال؟